السهرة المفتوحة. حبيت أفهم شيء أستاذ حسين، هل القصيدة الغنائية أو الشعر الغنائي هو الحميني؟ هذا تسمية عندنا نحن نقول الحميني، هنا يقولوا النبطي في الخليج، أظن جزيرة هنا نبطي، احنا نقول الحميني. صنعاء وأصحاب يقول له شعر الشيوخ، الذي قال له عندنا شعر الشيوخ، يعني شعر محتشم، يعني هذا يعني ماشي في غزل قليل يعني، وبعدين أو مدايح للرسول وهذه. لكن هذا عندنا احنا أغاني الكلمات ما نقدر نسميها بأي أو نبطي أو هنا عند فعلا انهم لحنوا هذه الأغاني النبطي واستعملوها. يعني النبطي هذه إذا كان فيه هو في الألعاب انه معروفة، عندنا أوزان مربوع ومخموس ومسدوس يقولوا له الشبواني والغياضي والهادي، لكن الأغاني هي تتقيد باللحن. اللحن يكلفك على أنك تكون ميزانها اللحن، يعني أنت تعمل لحن قبل القصيدة، يعني مع البيت الأول ولا على عدة أشطار يعني. ما هو بعد مثلا هذا الحين دبك بلقيه زاد ومرافقي في السفر، يعني هذا ناقص البيت الأخير الشط، وبات لدد بذكرك في بلادي في مقيلي والسمر أنقص منه، وانت عساكر ودادي وقلت ناسيت يا ما ناس يم مثلك تناس الوداد. المقطع الأخير طويل، ما في وزن، الوزن اللحن. لكن لما تلحن باكل حبك معي بلقي زاد ومرافقي في السفر وبات لدد بات ذكرك في بلادي في مقيلي والسمر، وانت عسى عاد بات تذكرني وقلت ناسيت يا ما ناسيا مثلك ناس الوداد في خير سوى لا نلتقي في سعاد لا نلتقي في سعاد. يعني ما إذا تسميه ايش يقول اللحن، هذا شيء جديد. اي اما هذا خاص بك انت، خاص بي وخاص بغيري بعدين تبعوه. لا ما اقصد اخرين ما هم ملحنين. لا اكيد لا في ملحنين. لا ما اقصد بصفه عامه الشاعر هو ملحن. لا مو يعني. فبالتالي هل الشاعر اللي يكتب فقط كلمات بعيدا عن اللحن عنده قوانين في الكتابه، ما عنده اوزان معينه؟ هل شعر الحميني عنده نفس الموجوده عند الشعر النبطي مثلا؟ ايوه عنده الموازين، عنده الشعر، عندنا عارفين حق الشعر الحميني والنبطي وحتى العروض وحق الخليج كلنا عارفين، لكنه هذا قلت لك الشعر الكلمات الأغاني ما تتقيد إلا باللحن. وكثير الحين يعني أصبحوا وشعراء في نفس الوقت كثير، يعني شوف هنا في السعودية كانوا يقولوا شعر بس، لكن بعدين شدوا طريق. أصبح اللحن يعني شيء هو يدك على أنك تعمل لها لحن ولا تتقيد بالأوزان تبيدين عليها في النبطي أو في الحميني أو في الشتات. وقدر تطلع على الكلام النبطي أو على الشعر الحميني، تطلع إذا في ملحن تعطيه له الأغاني المعروفة ويلحن. لا أستاذ حسين، نظرت أعمالك ما تخلط بين شيء وشيء آخر، يعني بالنسبة لي هي التراث في نهاية الأمر، هي المحيط اللي أنت تعرفه. ما تشعر أنه هالأغنية تشبه الأغنية، هالنغمة تشبه النغمة الأخرى؟ ألا تقع في فخ التكرار؟ أيوة أوقات أقع في سبحان اللي ما يسهى ولا يعني فيه بعض أوقات يكون ألحان لكنك تتداركها في نفس قبل أن يعني تنشئ تدارك هذا وتغيره، يعني تعمل له خرجه كذا يعني هل الأرضية التراثية تسمح لك بالتلون الدائم والتجدد؟ طبعا، يعني ما التلون مثل يعني من نفس الألعاب هذه الشعبية، الرقصات الشعبية ما بتفرق أنت عن أدري تعمل مئات الأغاني وتبقى كل أغنية عالقة في ذهن الجمهور ومدهن. هو أصبح هو زمان كان ماشي في أغاني كثير، الحين الربكة الآن
كثروا الفنانين وكثرت الشعراء وكثرت كذا. كانت في السنة يعني الواحد يعمل له 3 بصات. محمد كان يسجل يغني يلحن أغنية واحدة في السنة. ما كانت الربع كل مدفوعين بالمادة أو بغيرها ما أدري. بس قد يكون إنه تتقارب الألحان وتتشابه وهكذا. كيف تفسر كلمة ركيكة وناجحة ومنتشرة؟ والله هذا انتشارها يعني محب ما أصله حبوها. ليش حبوا هذه الأغنية؟ ترجع إليها تشوف أنت لازم فيها شيء. شيء غير معلوف يعني. المغني غير معلوف. هذا الحين أغنية رهيب هذا انتشرت انتشار. أغنية جميلة هذه. جميل. أيوه انتشر انتشار مع إنه في منهم من الشباب قبلها أحسن من غنى أحمد عبد المجيد. ما انتشرت انتشارها. ربما التوزيع الموسيقي أيضا ونضج الأداء. لا في جديد يعني في جديد. من يقول رهيب؟ يعني حاجة مستغربة. والشيء المستغرب هذا رهيب والله رهيب. كيف تقول له واحد يعني جميل وتقول له رهيب؟ هبك هذا الجميل؟ كيف يرهبك؟ يرهبك العسكري إذا جالك ولا في شيء مفزع يرهبك، لكن الجميل يرهبك يعني. ولهذا حبوها الناس لأنها شيء جاهم جديد بعد يعني غير معقول يعني. هذا زي لما كنت تختلف على أغنية مثلا في أنت وتطلع على الجرايد وفي أغنية لها ما هي ذات أهمية، لكن بعدين تكلم عنها الصحف على هذه الأغنية وهذا استوت وهذا قال كذا وهذا قال كذا. تنتشر الأغنية ليش تنتشر؟ هي ما هي ذات أهمية، لكن من اللي نشرها قال أنها في وقت ورابط يعني استغربوها الناس. الظروف تسمح بذلك. يا دانا داني دانا يا ليا داني يا دان داني دان داني دان في سكون لو معنى ولو حكمة للمهجان اليماني ناجدكم عني من بلدتي سيكون أرض الدان والمغنى واحمل آياتي لكم يا سامين النون إيمان يسوع لو معنى ولو حكمة لو معنى ولو حكمه وقانون. بسم الله ببدي باسمه الأول وبذكر المختار لنا مرسل. باسين بسم الله ببدي باسمه الأول اختار من خلقه لنا مرسل. صلى عليه الله ما تنبت ورق وغصون كان في شيء. باسين بسم الله ببدي باسمه الأول. باسين بسم الله ببدي باسمه وبذكر. أنا أعرف أنه في منطقة الشام لما يليل يعين، وفي مناطق أخرى أعتقد أيضا مثل بلبلة أو بلبلة نسيت بالضبط كيف. وأنتم عندكم الدان أو الدانة، فن الدان. ممكن توضح لي فن الدان ما هو بالضبط؟ يقولوا الدندنة دان، وهذا موجود في الكويت الدان، وفي الخليج موجود، في عمان عندنا
يكون عنده الصنعة، يقول البلبلة هاي يسموها البالي يا البالي ولكن احنا عندنا الدان، والدان هذا موجود في حضرموت، مع انه هنا حتى في الكويت تسمع يا دان دانا دان يا دان يا دان يا دان. مرتبط بفنون البحر؟ ايه الدان اصله دندنه، وحد يقول احنا عندنا الحضرمي هذا السيئوني بين السيئون والترين في الداخل، هذا ما له اي ايقاع، هذا يغنون اثنين او واحد وعندهم اثنين شعراء او ثلاثه او بينهم، هذا يجيب بيت ويغنون ويجيب هذا بيت، ومع القهوه او ايام القهوه وايام يعني هكذا، ويسهروا عليه الى قرن الليل بالرتيبه يعني. ومنه هذا كان العشق. مرت ليالي هي ليالي جميله، مرت فتح الجبل، هناك بحر الطويله، هذا برضه إصاب السمر قلدان يا بن زين غناها أبو بكر، هذا مدينة الواحد يقول له سعيد مرزوق من أهل سيئون، هذا بنا معلم بنا يعني ما يعزف ولا يعبد، عمل ألحان جميلة. إنه كانوا يقولوا لها هذا الصوت يقول له الصوت الجمالي. في سيئون كانوا قبل يمكن 30 سنة كانوا في الجمالي، يعني ما يغنون بها الحضر الكثير، لكنها بعدين ولا كان يقول له صوت الجمالي. من هم الجمالي؟ اللي على الجمال هذول ما يطلع فوق لا ما هم بدو، يعني بين البادية والحضر، يعني كذا أو جمال نسميهم، حتى يكون بعض حضري عنده جمال يقوي هو ساكن في المدينة، لكنهم متوجد بدوي يعني، مش شرط يكون هو البدو برضه. لما يطلع فوق الجمل يغني قدام سموها، لكن بعدين أخذوها بعض الناس اللي قالوا هذا أحسن لي بهذه الأصوات، أحسن من الألحان اللي تجي من برا يعني من الخارج هندي ولا تجي احنا ألحان قصيرة، فهذا أطول. السمر بيستمر عليها والشعر يكون، ودخلوها حوالي هذا اللي دخلت من البادية إلى الحاضر البيوت يعني. من عاش في لندن بغيته على الوطن يسأل. من عاش في لندن بغيته على الوطن يسأل. وأهل الوطن حين ما يوصل وأهل الوطن يستقبلونه حين ما يوصل بالفل والكادي ومعهم مسك. نعم. عاش في لندن بغيته على الوطن يسأل. من عاش في لندن بغيته على الوطن، وأهل الوطن يستقبلونه حين ما يوصل بالفل والكادي ومعه